هل عمرك قعدت لوحدك وفجأة جالك الإحساس الغريب ده؟ إحساس كأنك مش قادر تتنفس، كأنك فجأة اتذكرت إنك ممكن تموت في أي لحظة. بتحاول تبعد الفكرة لكن كل مرة ترجع أقوى. الإحساس ده اسمه قلق الموت، وده واحد من أكتر أنواع القلق انتشاراً، بس قليل اللي بيتكلم عنه، لأن أغلب الناس بتحس إن الكلام عن الموت نذير شؤم أو ضعف إيمان. لكن في الحقيقة قلق الموت ملوش علاقة بالدين ولا بالضعف، هو مرتبط أكتر بفكرة المجهول وعدم قدرتنا إننا نتحكم في النهاية. الإنسان بطبعه بيحب يكون فاهم، عارف إيه اللي جاي بعدين، بس الموت هو الحاجة الوحيدة اللي محدش راجع منها يحكي لنا التفاصيل. وده في حد ذاته بيخلي العقل يقلق، يبدأ يسأل أسئلة ملهاش إجابة واضحة. هو بعد الموت في إيه؟ طب أنا هحس؟ طب هختفي؟ ولا هكمل في شكل تاني؟ وفي لحظة كده تبدأ الأفكار دي تلف وتدور في دماغك لحد ما تحس إنك محاصر جوه خوف مش مفهوم. ناس كتير بيبدأ عندهم القلق ده بعد موقف صعب، زي فقدان شخص قريب، أو نجاة من حادثة، أو مرض خلاهم يواجهوا فكرة النهاية وجها لوجه. وفي ناس تانية بيظهر عندهم من غير سبب، بس بيكون جواهم خوف من الفقد، من الوحدة، أو حتى من الوجع. لكن خد بالك، التفكير في الموت مش دايما حاجة وحشة. لو فهمناه صح ممكن يكون منبه للحياة، يخلينا نعيش بصدق أكتر ونقرب من اللي بنحبهم، ونتوقف عن تضييع الوقت في حاجات ملهاش معنى. اللي محتاج تعمله إنك متخافش من خوفك. أوقات كتير الحل مش إنك تبعد الفكرة، لكن إنك تقبل وجودها وتفهمها، لأن كل ما تهرب منها هتجري وراك أكتر. لو الإحساس ده بدأ يعطلك عن شغلك أو نومك أو حياتك اليومية، ساعتها لازم تطلب مساعدة من متخصص نفسي. مش ضعف إنك تلجأ لحد، ده وعي وشجاعة إنك تواجه اللي جواك بدل ما تسيبه يسيطر عليك. افتكر دايما إن الموت جزء من الحياة، وإن الخوف منه مش هيمنعه، لكن ممكن يخليك تحترم حياتك أكتر وتعيشها بمعنى. عيش النهاردة كأنه آخر يوم، بس مش بخوف، بخطة، بحب، برضا. وخلي كل لحظة تكون رد جميل للحياة اللي ربنا لسه مديها لك.